يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية استعدادا للمباراة القادمة في بطولة الدوري العام المصري بعد فوز الفريق على حرس الحدود ب4 أهداف نظيفة في الجولة الماضية. وسيلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 25 ديسمبر في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وقطر على استاد الجبل الأخضر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 11 نقطة. وتضاءلت فرصة لحاق مصطفى شلبي بالمباراة القادمة أمام المقاولون العرب لعدم إنهاء اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل الإصابة التي يعاني منها. كما انتظم عبد الله جمعة في المران الجماعي للفريق، وذلك بعد إصابته بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وأصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات القادمة.